ازيكم عاملين ايه؟ بما اننا دلوقتي في موسم تسجيل الاتحادات وبطولات والحاجات دي، ففي اسئله كتير بتجيلي. اولها، ايه لازمه كارنيه الاتحاد؟ رقم واحد، كارنيه الاتحاد هو اعتراف او اثبات رسمي من الاتحاد ان اللاعب ده معترف بيه او مسجل في اللعبه الفلانيه. تاني حاجه، انت من غير الكارنيه ده مش هتقدر تخش اي بطولات رسميه، ومش هتقدر تحقق اي حاجه على مستوى الجمهوريه. اي حاجه هتقدر تدخلها هي بس بطولات تنشيطيه، زي بطولات كاس مصر والمهرجانات اللي بتتعمل في الاتحادات. تالت حاجه، طبعا انت لو مدخل ابنك اللعبه دي علشان الحافز الرياضي بتاع الدرجات والكليات العسكريه والحاجات دي كلها، مش هتنفع برضه، لان هو من غير بطولات رسميه مش هيتسجل. فلازم برضه يكون موجود كارنيه الاتحاد علشان يخش بطولات رسميه، عشان اللاعب يكون منتظم في البطولات وبيخش كتير وبيحقق مراكز عاليه علشان ياخد الحافز الرياضي ده. فبرضه كارنيه الاتحاد هو الاساس. فبرضه مش زي ما الناس فاهمين ان انا هدخل ابني اللعبه الفلانيه ويخش بطوله تنشيطيه وخلاص كده ابني بقى تنين وبيطير في الجو، فالمفروض ان هو كده هيروح المدرسه بالشهاده دي وهياخد الحافز. فطبعا يروح يلاقي الشهاده شهاده تنشيطيه، فيروح يقول للمدرب بتاعه انت نصاب، انت مش مدخلني بطوله رسميه. لا، في فرق بين البطولات اللي هي بالكارنيه بتاع الاتحاد، اللي هي بطولات التصفيات الجمهوريه والبطولات بتاعه الجمهوريه والمناطق، وفرق بين البطولات التنشيطيه او المهرجانات. دي بتبقى دعايه للعبه وبتخشها كل المبتدئين علشان يشوفوا الدنيا عامله ازاي. تاني سؤال بيجيلي، ازاي ابني ياخد الحافز الرياضي؟ علشان برضو الناس فاهمه غلط. الناس فاهمه ان هم المفروض يجولي اعمل لهم كارنيه الاتحاد، اضرب لهم شهاده وخلاص كده هم طلع عالم. طبعا لازم ابنك يكون متسجل في اتحاد رسمي، تكون وزاره التربيه والتعليم معترفه بيه. ولازم اللاعب يشارك في البطولات الرسميه ويحقق فيها مراكز، مش مجرد تسجيل بس. وطبعا بياخد من مدربه الشهادات اللي بتاكد المراكز اللي هو جايبها دي، وبيروح المدرسه ويقدم الورق ده فيها للمختص بالحاجات دي، وكمان بيشترك في بطولات المدارس. بعدها بيدخل على مرحله التقييم والموافقه اللي هي بتقوم بيها الاداره المختصه بموضوع الحافز الرياضي ده. والإدارة دي بتشوف هل أنت فعلا متميز وجايب مراكز ومحقق أكتر من سنة ورا بعض، ولا مفيش الكلام ده أصلا. بعد كده بيبدأوا يحطوا لك الدرجات دي لو شافوك إن أنت فعلا تستحق ده. فالموضوع مش زي ما الناس فاهمة إن أنا ابني عنده امتحانات كمان شهرين فأنا هاجي هسجله النهاردة ومفروض إن ابني كمان شهرين هياخد الحافز الرياضي ده. سؤال كمان بيجيلي، إيه لازمة البطولات التنشيطية؟ البطولات التنشيطيه دي احنا بندخلها للعيبه علشان يلعبوا ماتشات كتير قوي قوي قوي، وده حاجه بتاهلهم ان هم يخشوا بعد كده البطولات الرسميه اللي هي فيها تصفيات علشان يقدروا يحققوا مراكز. ما ينفعش اخد لاعب لسه مبتدئ اروح ادخله تصفيات فيها عدد مهول من اللعيبه 128 او 64 وهكذا، واقول له انت دلوقتي هتخش وهتلعب اكتر من ماتش في اليوم ده. لا، احنا بندخل اللعيبه البطولات التنشيطيه علشان بس يبداوا يشوفوا هم واصلين لحد فين، يشوفوا هم بيلعبوا احسن ولا لا، انت مهاراتك عامله ايه، مستواك وصل لفين، ويبداوا يشغلوا نفسهم لحد ما يتاهلوا ان هم يخشوا بطولات الرسميه. وطبعا في البطولات دي اللعيبه بتكسر حاجز الخوف والتوتر من ان هم يخشوا بطوله، لانها بتبقى اهدى شويه من بطولات الجمهوريه وتبقى عباره عن ماتش واحد. وطبعا في فرق بينها وبين اللقاءات اللي بتتعمل، عشان في ناس ما بتفهمش ده. اللقاءات اللي بتتعمل دي بيبقى 2 مدربين معاهم فريق كبير هنا وفريق كبير هنا وبيعملوا لقاء مع بعض وبيوزعوا شهادات. لكن اللي انا بتكلم عليها بطولات التنشيطيه او المهرجانات دي بيعملها الاتحاد نفسه. بس كده. ولو حد عنده اي اسئله ممكن تسيبها لي تحت في الكومنتس وهتلاقيني برد لك عليها ان شاء الله. استنونا في اللي جاي. سلام.